نداء إلى أصحاب القرار في الدوري السعودي وإلى لجنة الانتدابات في الدوري السعودي وإلى أندية قطر وإلى أندية الإمارات. أشقائنا وحبايبنا، أرجو منكم نظرة إلى المهاجم الفلسطيني السويدي وسام أبو علي. وسام أبو علي جايب 18 جون في 18 ماتش عندنا في الدوري، خد هداف الدوري وهو جاي في يناير. هل ده ما يستحقش قليل من الاهتمام؟ هل ده ما يستحقش يدفع فيه 10 و15 مليون دولار زي اللعيبه اللي انتم بتروحوا تدفعوا فيها 20 و30 و40 وبتفشل؟ ده لعيب مضمون نجاحه، مضمون نجاحه، باين الجواب باين من عنوانه. فاحب على راسكم، احب على راسكم، الموضوع بوخ وبقى بايخ. فانتوا يعني ايه، خدوه امين وخلصونا من الليله دي. احنا اصلا سالكين معاهم بالعافيه، ده هم عندهم وسام ومن جبروتهم رايحين يجيبوا واحد تاني جنب وسام. فانتوا قولوا لهم بقى ايه، لا استنوا عندكم انتوا واحنا هناخده. عروض كتير، عروض كتير تخيل الواد، وقعدوا مع وكيله. وكيله هتلوه خفى وكيله او قتلوه، مش بعيد يكونوا قتلوا وكيله اصلا عشان ما حدش يوصل. ما علينا، انتوا وصلوا له سهله. تعالوا له مصر، مصر ما تتوهش. تعالوا له مصر واقعدوا معاه وشوفوه قاعد بتنيل، قاعد على عين اهل اللي خلفوه فين، وشوفوه واقعدوا معاه وقولوا له هنديك 5 مليون دولار. ده بياخد هنا في الاهلي نص مليون دولار في السنه. قولوا له هنديك 5، خلوا دماغه تلف، خلوه تلف يتعفرط عليهم. وقدموا للاهلي عروض لا ترفض، هيوافقوا. هيوافقوا ان هم كده كده عادي هيجيبوا واحد غيره برضه، لان هم الموضوع بقى سهل، هو عندهم سهل سكاوتنج وعلم والكلام من ده. اجيب واحد ب 3 4 مليون دولار مضمون نجاحه، ابيعه بعد كده ب 20 عادي. الاهلي ماشي صح قوي والجاب بيوسع. فهو يعني ايه، سيبك بقى من الجاب وسيبك من الكلام ده. ابوس ايديكم انت بتوع السعوديه وبتوع قطر وبتوع الامارات، خلصونا من القصه دي، عشان احنا اصلا يعني ايه على اخرنا. والسلام ختام.